مرحبا بكم متتبعي الاوفياء. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم خبز تورتيلا بواحد الطريقه اللي سهله ومبسطه، وان شاء الله غادي نحضروا بها بزاف ديال الوصفات اللي غادي يعجبوكم، ساندويتشات، بيتزات، وكاع هاد الوصفات اللي قدامكم دابا راه حضرتهم بنفس الخبز، وان شاء الله غادي تلقاو الطريقه ديالهم في الاخر ديال الفيديو. غادي نحط لكم هاد البيتزات كاملين كيفاش درت ليهم، وان شاء الله غادي نوريكم كل مره وصفه في شكل، وغادي نحط لكم الفيديو ديال الشاورما في الفيديوهات المقبله. وان شاء الله ما تنساونيش تابعوني على القناه وفعلوا زر الجرس. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو واحد الملعقه ديال سكر سنيده، غادي نحتاجو معاه واحد شويه ديال الملح، غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الفورص، وتقريبا واحد الكاس لاروب ديال دقيق القمح، هكذا باش الخبز ديالكم غادي يجيكم طري وما غاديش يجيكم تيتجبد، لان الفرش شويه كيجي صعب في المضيغ. وغادي نحتاجو واحد الكاس ديال الحليب اللي غادي يكون دافي، وهنايا غادي نحتاجو واحد شويه ديال زيت الزيتون، ممكن نستبدلوها بالزيت النباتي. اول حاجه غادي ناخذ واحد الاناء فاش غادي نعجنوا المكونات ديالنا. غادي نوضعوا الدقيق، غادي نوضعوا عليه واحد شويه ديال دقيق القمح، غادي نوضعوا الملعقه ديال السكر، الدور ديالو انه كيحمر لينا العجين، وغادي نوضعوا واحد شويه ديال الملحه، غادي نوضعوا الزيت، زيت الزيتون ولا زيت نباتي على حسب الرغبه ديالكم، ممكن تستبدلوا ايضا ملعقه كبيره ديال الزبده. وهنايا كنبقاو كنعجنوا بالماء الدافي، ممكن ديروا الحليب ولا الماء. انا هنايا درت واحد الكاس ديال الحليب ومن بعد كملت بالماء الدافي. هنايا غادي نعجنوا العجين ديالنا مزيان. من بعد ما جمعت العجين وحصلت على واحد العجينه اللي شويه رطبه، غادي نحطها على سطح العمل وغادي نحاول نخدمها بهذه الطريقه هكذا باش تجيكم العجينه ديالكم ناجحه ويجيكم الخبيزات ديالكم ناجحين. انا دلكت العجينه ديالي مزيان وغادي نحاول نشكلها كرات اللي غادي يكونوا متوسطين، باش ما كانوا الكويرات ديالكم صغيورين غيجيكم الخبيزات ديالكم صغيورين. من بعد ما شكلت العجينه ديالي هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نغطيها تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق باش ما كتريحوا العجينه ديالكم. ملي كتكونوا كدلكوها بالدلاك كتجيكم سهله. انا غادي نغطي عليها مزيان وغادي نخليها حتى غادي تفوت واحد المده ديال 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه هكذا. كيف ما قلت لكم ملي كنكون كنخدمها كتجيني سهله وكتسرح معايا بسهوله. من بعد ما ارتاحت ليا العجينه ديالي هذا هو الشكل ديالها، غادي نحاول نديرها على واحد سطح العمل. ممكن انكم ترشوا واحد شويه ديال الدقيق، الا شفتوا العجينه ديالكم كتلصق من الاحسن انكم ترشوا بواحد شويه ديال الدقيق. هنا دلكت العجينه ديالي مزيان. كيف ما لاحظتوا معايا العجينه ديالي راه ما فيهاش الخميره نهائيا، يعني غير كنسرحوها بالدلاك وكنديروها مباشره طيب. كنحاولوا نرققوا العجين ديالنا ما امكن. من بعد ما رققت العجينه ديالي غادي ندير واحد المقله حتى غادي تسخن مزيان، ومن بعد غادي نحطوا الخبيزات ديالنا على الوجه الاول، غنقلبوها على الوجه الثاني. كنبقاو كنحركوا الخبيزات ديالنا بهذا الشكل. وهادو هما الخبيزات ديالنا بداو كيتشكلوا لينا. غادي نعاودو نسرحوا خبيزه واحده اخرى. كيف ما شفتوا معايا ولاحظتوا معايا بلا ان هاد الخبيزات كيوجدوا فواحد السرعه اللي كتكون كبيره. وكيف ما قلت لكم قبيله بالنسبه للحشوه كل واحد ممكن ديروا به طاكو الشاورما، ممكن ديروا به بيتزات اللي كيكونوا صغيورين، كل واحد وعلى حسب الرغبه ديالو. غادي نكملوا بنفس الطريقه حتى غادي نكملوا كاع الكميه ديال الخبز اللي عندنا ولا ديال العجين اللي عندنا، ومن بعد غادي نرجعوا باش نشوفوا الشكل ديالو من بعد ما كنطيبوه. ملي كنطيب الخبيزات ديالي كنحاول نديرهم في واحد المنديل ولا في واحد البلاستيك غذائي هكذا كيبقاو محافظين لينا على الرطوبه ديالهم.
انا كيف ما شفتوا معايا بديت كنطيب وكنحطهم في وسط هاد المنديله. من بعد ما سالينا الخبيزات ديالنا، هذا هو الشكل ديالهم. دابا ما بقى لينا غير نشكلوا هاد الخبيزات ونديروا بهم اكلات اللي كيكونوا متنوعين. وكيف ما كتشوفوا معايا راه كيجي رطب بزاف، وان شاء الله راه عندي واحد الخبز ديال الشاورما كيجي حتى هو رائع. كنتمنى ترجعوا ليه القناه ان شاء الله، غادي تلقاوه بالفيديو الكامل. وهادو الخبيزات ديالنا واجدين. دابا غادي ندوزو باش نحضروا به بيتزات اللي كيكونوا مختلفين، وان شاء الله غادي تشوفوا معايا واحد الطريقه اللي مبسطه وسهله، ممكن في اخر لحظه نحضروا به اكلات اللي كيكونوا لذاذ. وكيف ما شفتوا معايا كيجي واحد الخبز اللي ناجح ورطب. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخذ واحد المقلاة وغادي نديروا فيها الخبيزات ديالنا. من بعد غادي ندهنوهم بصلصه الطماطم. بالنسبه لهاد الصلصه ديال الطماطم ديال البيتزا كناخذوا مطيشه غادي نطحنوها، ولا ممكن ناخذوا مطيشه اللي كتكون مطحونه جاهزه. غادي ناخذوها وغادي نزيدوا عليها شويه ديال الملح، زيت الزيتون، شويه ديال الزعتر. وهذه هي اللي كتكون الصلصه ديال البيتزا الاصليه اللي كاع الايطاليين كيحضروها بها. من بعد غادي نديروا هذيك الخبيزه ديالنا غادي نديروا فيها صلصه الطماطم. وبالنسبه للحشوه انا هنايا خديت لانشوبه اللي كتكون مرقده. ممكن نتوما التزيين كيبقى اختياري، ممكن ناخذوا الطون، كفته، صدر ديال الدجاج، كل واحد على حسب الرغبه ديالو. هنايا درنا لانشوبه، غادي نزيدوا قطع ديال الموتزاريلا. من بعد ما حطيت انايا كاع الحشوه اللي بغيت انايا، غادي نزيد عليها هاد الموتزاريلا وغادي نغطي عليها هكذا باش غادي يذوب لي داك الفرماج ديالي. من بعد ما وجدت لي البيتزا، هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي ندوزو لتحضير البيتزا الثانيه. انا هنايا خديت لانشوبه، غادي ناخذ واحد شويه ديال الفلافل الالوان اللي كيكونوا مرقدين، ممكن نتوما ديروهم مشويين. غادي نعاود نزيد واحد شويه ديال البارميزان، ولا ممكن ديروا الفرماج الاحمر. غنزيد عليه واحد شويه ديال الموتزاريلا. انا هاد الموتزاريلا عندي الموتزاريلا طريه. من بعد ما وجدت البيتزا ديالي غطيتها حتى دفا داك الجبن وتلقليه. هذا هو الشكل ديال البيتزا ديالي كاملين. كتجي واحد البيتزا اللي رطبه ورائعه. كنتمنى البنات تجربوها ان شاء الله، ما غاديش ندموا عليها. وكيف ما كيبان لكم هاد الوصفات راه كيجيو لذاذ، وان شاء الله غادي نحط لكم فيديو تاني غادي نحط لكم فيه كاع الوصفات اللي ممكن نحضروا بهذا الخبز ديال التورتيلا. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا من هذا الفيديو، وان شاء الله انتظروا المزيد والمزيد من الفيديوهات ان شاء الله اللي كتكون ناجحه. وصلت معكم لنهايه الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا زر الجرس. بسلامه.